الستر. ازاي نستر على بعض؟ ازاي لما اكون عارف ضعف عند حد معين استر عليه من غير ما اشوشر عليه، ولا حتى لمح له بالكلام، ولا حتى لمح للناس اللي انا قاعد معاهم بالموضوع عليه، حتى لو هو موجود او مش موجود. احترم وجوده وعدم وجوده. الستر ده حاجة حلوة قوي، لان ربنا ساتر علينا طول الوقت. ربنا ساتر على ضعفاتنا. كل واحد فينا عنده ضعفات قد كده، وربنا ساتر علينا. مين فينا ما يحبش ان هو يتستر؟ مين فينا يحب ان لو عنده حاجة او وجع او ألم او موضوع معين انه ما يتعرفش ويتشهر بيه؟ كلنا نحب الستر، وزي ما بنحبه لنفسنا نحبه لغيرنا برضه، لان اللي تحبه لنفسك حبه لغيرك. ما ينفعش تكون بتحب لنفسك حاجة ولغيرك بتعمل عكس ده تماما. يعني ما هم بشر برضو زينا. الناس محتاجة الناس اللي تستر عليها وتطيب خاطرها وما تشوشرش عليها. يعني الشوشرة بتبقى صعبة قوي. ده بقى قاعدة في جلسة وتلاقي التلميحات. طب ليه او يقولوا كلام علشان تفهم. سامحوني، الحدق يفهم. ليه برضو كده؟ ليه كده؟ ده ربنا ما بيتعاملش معانا كده ابدا. ده ربنا يعني بيتعامل معانا بحنية رهيبة، بيستر على الضعف، وبيستر على كل واحد عنده ألم وعنده تعب وعنده ضعف معين في حياته. احنا كمان لو احنا سترنا على غيرنا ربنا يستر علينا ويستر على يعني ضعفنا. استروا عشان ربنا بيحب الستر. كبسولة ليا وليك.